عايزين نعرف مع بعض قصة الأتوم، إيه الأتوم ديت؟ واتس الأتوم ميد أوف؟ بتتكون من إيه؟ طب هي دي موجودة فين؟ هل هي موجودة في كل مكان حوالينا ولا موجودة في إيه بالظبط؟ طب يا ميس الأتوم ديت I can see it، ممكن إن أنا أقدر أشوفها ولا أنا محتاجة سبيشال ميكروسكوب؟ كل الكلام ده إن شاء الله هنعرفه في الفيديو مع بعض. تعالوا كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة خلينا متفقين إن everything in the world، أي حاجة موجودة في الورلد حوالينا can you see touch، ممكن أشوفها ممكن ألمسها. قال لي miss like air water، أي حاجة. قال لي consists of small particle صغيرة جدا اسمها atom. طب الاير، طب يا ميس الوالر، طب يا ميس البن اللي معاكي او البنسل اللي معاكي ده كل حاجة حوالينا يا ميس عندها، خلينا متفقين، عندها ماس وفوليوم. ايه يا ميس الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ يعني ايه ماس وفوليوم؟ ماس ان انا اقدر اعمل لها واي، وفوليوم يعني يا ميس تيك سبيس، واخده سبيس، بقول عليها مادر. اخدنا الكلام ده في جونيور 6. قال لي طب الماتر دي يا ميس كل حاجه موجوده حوالينا، الماتر دي يا ميس consists of، بتتكون من small particle، حاجات صغيره جدا 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 جدا، بقول عليها اتوم. بقول عليها ايه؟ اتوم. قال لي طب زي ايه كده يا ميس؟ اديني اكزامبل. قال لي زي ما احنا خدنا السنه اللي فاتت في جونيور 6 ان انا عندي living organism كلها consists of cells. يعني انت عايزه تقولي لي ان البيلدينج يونت اوف ليفنج اورجانيزم كانت السيل، لكن البيلدينج يونت بتاعت النون ليفنج يا ميس هتكون مين؟ هتكون الادم. طب يا ميس اديني اكزامبل تاني عشان انا مش فاهم الدنيا اكتر. قال لي لو انا قلت ان دي هنقول ابارتمنت بلوك، عماره. العماره دي بتتكون من فلورز. الفلورز دي كل فلور بيكون فيها فلات او بيكون فيها شقه. الشقه دي بتتكون من رومز، والرمز دي يا ميس بتتكون من والز، والوالز دي بتتكون من حاجة أصغر اللي هي البريك. يعني انت عايزة تقولي لي ان البريك دي لولا وجودها ما كانش هيبقى عندي مين؟ هيبقى عندي الابارتمنت بلوك اللي عندي دي. يعني انت عايزة تقولي لي ان البريك دي هي البيلدينج يونت او البيسك يونت اللي كونت لي مين؟ اللي كونت لي الابارتمنت دي. نفس الحكاية ان الادم هي ميس البيسك يونت. يعني ايه ميس البيسك يونت؟ يعني يا ميس بصي، اصغر حاجه بيتكون منها المال، واحنا عرفنا يعني ايه مال. قال لي طيب تعالي كده يا ميس نقول مع بعض ان ينفع ان انا I can see، يعني الاتوم ممكن انا اقدر اشوفها. قال لي لا يا ميس بصي اتس سو سمول، صغيره جدا 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 جدا، بس لو انت عايزه تشوفيها هتستخدمي بصي كده هاي باور ميكروسكوب. يعني مش اي ميكروسكوب يا ميس هيجيبها. طيب تعالي بقى يا ميس كده نشوف بقى الاتوم دي consists of، يعني يا ميس بتتكون من ايه؟ what's an atom made of؟ يعني يا ميس بتتكون من ايه؟ ايه الحاجات اللي جواها؟ ايه ده انت لسه بتقولي لي ان الاتوم دي اتس سو سمول، صغيره جدا، في حاجات جواها زي كده ما احنا فاكرين ان احنا كنا واخدين ان السيل في جونيور 6، وان السيل دي يا ميس اتس تايني، صغيره جدا، بس جواها اورجانيلز حاجات اصغر منها. نفس الحكايه مين؟ نفس الحكايه الاتوم. الاتوم يا ميس بصي جواها سمول بارتكل. اي عندي جوه الاتوم 3 تايبس اوف بارتكل، ثلاث حاجات. اول حاجه يا ميس خلينا متفقين، خلينا نشرح هنا. ادي شكل الاتوم، تمام. ادي يا ميس انا عندي دي نيوكليس اهي موجوده في السنتر، واراوند ايت يا ميس عندي حاجه اسمها الكترون. انا بشبهها بالفان. الفان بيكون فيه حاجه كده موجوده في السنتر، وحواليها الرينجز ديت اللي حواليها اللي هي بتعمل ايه؟ ريفولف. نفس الحكايه الاتوم دي يا ميس جواها النيوكليس، واراوند ات ايه؟ الالكترونز. واحده واحده. انا يا ميس بصي هشيل الليد بتاع النيوكليس واشوف جواها ايه. هل النيوكليس دي جواها حاجه ولا لا؟ جواها ايه يا ميس؟ قال لي جواها حاجه اسمها بروتون، وجواها حاجه اسمها نيترون. طب واحده واحده كده مع بعض هنقول يا ميس ادي الاتوم بتاعتي. الاتوم بتاعتي يا ميس عندي كده في السنتر في عندي حاجه اسمها نيوكليس. طب النيوكليس دي جواها حاجه طب النيوكليس دي حواليها عندي في حاجة اسمها إلكترون. قال لي طب النيوكليس دي بقى جواها إيه؟ قال لي عندي جواها في حاجة اسمها بروتون، وعندي في حاجة اسمها نيترون. طيب البروتون أنا مش هقعد كل شوية أكتب بروتون، أنا هاخد أو the first letter P، والنيوترون letter A N. البروتون والنيترون دول موجودين فين يا ميس؟ تاني بنعيد، موجودين في النيوكليس. تمام؟ تمام. قال
لي طيب البروتون ده يا ميس بياخد positive charge. تمام. قال لي طب بصي كده بي بروتون بي بوزيتيف الاثنين بي. طب النيوترون يا ميس بصي كده هي ميس ان تاخد ناتشرال. يعني ايه ناتشرال؟ او يا ميس بصي هاز نو تشارج، ما عندهاش تشارج خالص. يعني انت عايزه تقولي لي واحده واحده كده النيوكليس جواها بروتون ونيوترون. البروتون يا ميس بوزيتيف والنيوترون ما عندوش تشارج، يبقى النيوكليس هتاخد انهو تشارج؟ اللي ما عندوش تشارج ولا اللي عنده؟ لا اللي عنده. يعني يا ميس النيوكليس دي هتاخد positive charge. ليه؟ give reason. هقول له كده because it contains جواها يا ميس ايه؟ positive proton. وعندها يا ميس بصي النيوترون مالها يا ميس؟ مالها has no charge، ما عندهاش تشارج، فهي هتاخد اللي عنده تشارج اعلى. تمام تمام. قال لي طب خلي بالك بقى يا ميس ان الماس بتاعت البروتون 1 يو. ايه يا ميس 1 يو ده؟ يو اللي هي اليونت بتاعت الماس بتاعت البروتون. ونفس الحكايه يا ميس بصي النيوترون نفس الحكايه ايه 1. قال لي طب انت بتقولي لي بقى يا ميس ان انا عندي الالكترون ده يا ميس ايه؟ ريفولف. يعني ايه ريفولف؟ بيلف لي حوالين مين؟ حوالين النيوكليس. تاني النيوكليس دي يا ميس جواها ايه؟ احنا بنعيد تاني النيوكليس دي يا ميس بصي جواها بروتون ونيترون. قال لي طب الماس بقى بتاعت الالكترون اللي هو بيعمل ريفولف اراوند هذا النيوكليس قد ايه؟ بصوا كده 1 over 1836. ايه ده؟ الماس بتاعت الالكترون ماس اتس فيري 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 سمول. ده انا ممكن اتجاهلها خالص. يعني انت عايزه تقولي لي يا ميس ان الماس بتاعت الالكترون اصغر من الماس بتاعت البروتون والنيوترون؟ اه. طيب ماشي يا ميس، يبقى انت كده قلتي لي ان انا عندي الاتوم consists of ايه يا ميس؟ بتتكون من ايه؟ هتتكون كده بصوا من بروتون ونيوترون والكترون. طيب البروتون والنيترون دول موجودين فين؟ موجودين في النيوكليس اللي هي ميس موجوده فين؟ في السنتر. تمام؟ قال لي طيب الالكترون دي يا ميس مالها ريفولف. يعني ايه يا ميس ريفولف؟ بتلف اراوند مين؟ ذا نيوكليس. وقلت لي البروتون ده يا ميس بوزيتيف والنيترون دي يا ميس بصي ناتشرال هاز نو تشارج، ما عندهاش تشارج. طب يا ميس الالكترون؟ لا الالكترون بتكون نيجاتيف. طيب هنعرف كل الكلام ده ايه واحده واحده. قال لي طب يعني انت عايزه تقولي لي يا ميس بصي كده ان النيوكليس جوه بوزيتيف والالكترون بره نيجاتيف، معنى كده يا ميس اللي الاتوم مالها بتكون ناتشرال الكتريس. يعني يا ميس بصي الاثنين ايكوال، البوزيتيف تشارج ايكوال مين؟ ايكوال النيجاتيف تشارج. قال لي طيب تعالي بقى يا ميس بقى نتكلم بقى شويه عن مين؟ على الالكترون. الالكترون ديت مكانها فين؟ احنا قلنا يا ميس ريفولف اراوند ذا نيوكليس. قال لي طب موجوده يا ميس في imaginary يعني ليفل. يعني ايه ميس الكلام ده؟ حاجات تخيليه، ليفلز كده انا بقول عليها ان هي بتعمل ريفولف اراوند نيوكليس في ايه؟ في انرجي ليفل. يعني يا ميس بصي في هومز كده هنقول عليها ان هي هومز. انا دلوقتي لو هشبه الالكترون اللي هي بمين؟ ب people. البيبول دول محتاجين يقعدوا في هومز. نفس الحكايه الالكترون دي يا ميس مالها محتاجه تقعد في هومز. طيب الالكترون دي يا ميس الهومز بتاعتها اسمها ايه؟ اسمها انرجي ليفل. اسمها ايه؟ اسمها انرجي ليفل. الانرجي ليفل دي الهومز بتاعت الالكترون اللي هيقعد فيها الالكترون. قال لي طيب هم يا ميس عدد الانرجي ليفل دول كتير؟ لا هم 7. بس انا يا ميس بصي وهديهم نيمز معينه او اسماء معينه او سيمبلز معينه. يعني the first one بيكون واخد letter K، بعد كده يا ميس L، بعد كده يا ميس M، بعد كده يا ميس ايه N. هم 7 بس انا هاخد اول ده ايه؟ اول فيرست يعني اول سوري فور اول the first four energy level اول فور. تمام؟ ايه طب دلوقتي يا ميس بيقول لي حاجه كده بيقول لي each of the first four energy level can be saturated with definite number يعني of electrons. يعني ايه يا ميس الكلام ده؟ يعني بيقول لي ان كل energy level ده ليه نمبر معين من الالكترونز، ما ينفعش ياخد اكتر من كده. طب انا يا ميس هعرف منين؟ قال لي لا ده انا هعطي لك mathematical relation يعني رول كده هتعرفي تقولي لي ان كل انرجي ليفل ده بياخد قد ايه نمبر اوف ايه؟ نمبر اوف الكترون. ايه طيب
ايه يا ميس الريليشن؟ قال لي 2n2. ايه يا ميس 2n2 دوت هعمل بيه ايه؟ قال لي انا شايفين الليتر ان ده، ان ده بيقول لي نمبر اوف انرجي ليفل. يعني ايه يا ميس نمبر اوف انرجي ليفل؟ يعني الانرجي ليفل بتاعك ده ايه؟ ده نمبر كام؟ ده نمبر 1. طب ال ده نمبر 2. طب ام نمبر 3. طب ان نمبر 4. طيب قولي لي كده هتطبقي الرول بتاعك ده ازاي يا ميس؟ قال لي اول حاجه بس قبل ما نشتغل في الرول، قال لي ان كل انرجي مين انرجي ليفل consists of بيتكون من سب انرجي ليفل. يعني ايه يا ميس الكلام ده؟ يعني زي ما كده بيكون عندي التايتل العنوان بتاعي ونازل منه سب تايتل او فروع، نفس الحكايه. ادي ذا فيرست انرجي ليفل اللي هو مين؟ كي. ده في يا ميس بصي سب، يعني في انرجي ليفل اصغر منه هو اس، انا ماليش دعوه بيه بس انا بوضحها لكم. ماشي؟ عندي بصي يا ميس كده عندي انرجي ليفل مين؟ ال. بصوا عندي في مين؟ في اس وفي بي، دول السب انرجي ليفل، انا ماليش دعوه بيها بس انا بوضح لكم الفكره. قال لي طب بصي يا ميس ام اهو ده الثيرد. بصي في مين؟ في دي، وعندي في بي، وعندي 2 اس. الحاجات دي كلها ان شاء الله هناخدها في ثانوي. يعني يا ميس كل مين انرجي ليفل جواه سب انرجي ليفل، ادي كي وال وام وان جواهم سب حاجات فرعيه. تمام تمام. قال لي طب قولي لي بقى يا ميس، نرجع لكلامنا، ازاي يا ميس هتقولي لي ان كل انرجي ليفل ايه هي النمبرز بتاعت الالكترونز اللي موجوده فيه؟ قال لي طب انت عندك ان هنا ان ديت، تعالي هنا كي، كي ده يعني انرجي ليفل نمبر كام؟ نمبر 1. تعالي يا ميس كده بصي، ادي هي شلت ان وحطيت مكانها نمبر 1 وعملت هنا باور كام؟ باور 2. طب 1 باور 2 بكام؟ ب 1 تايمز 2 هيديني 2 الكترون. ايه ده؟ يعني عايزه تقولي لي يا ميس ان كي is saturated with 2 electron only بس، مش هيشيل اكتر من 2 الكترون. طب تعالي يا ميس تشوفي ال. قال لي ده يا ميس انرجي ليفل نمبر كام؟ نمبر 2. نعوض بنفس الرول بتاعنا، ادي 2 وشلت ان وحطيت يا ميس ايه؟ اللي هو النمبر اوف انرجي ايه ليفل. عندي 2 باور 2 بكام؟ ب 4. 4 تايمز 2 بكام؟ ب 8. يعني يا ميس ال هيشيل كام؟ او ساتوريتد كام؟ هيشيل 8 اونلي بس. انت بتتكلمي في ايه؟ انا بتكلم دلوقتي ان انا عندي الانرجي ليفل اللي هي الهومز بتاعت الالكترون مش هتشيل عدد معين من الالكترون، مش هتشيل اكتر من كده. فانا دلوقتي الرول بتاعي ده بيوضح لي او بيقول لي خلي بالك ان انت عندك كل انرجي ليفل هيشيل ايه؟ او saturated with definite number of electron، نمبر معين بالالكترون. هتجيبيه منين؟ من الرول ده. طب تعالي يا ميس نشوف كده ام او انرجي ليفل ام او ذا ثيرد انرجي ليفل هيشيل قد ايه الكترون؟ نفس الرول، انت قلتي ثيرد، يعني بصي كده يا ميس 2 3 باور 2، ان دي اللي هي النمبر اوف انرجي ليفل. طيب تعالي يا ميس كده 3 باور 2 كام؟ عندي ب 9. 9 تايمز 2 ب 18 الكترون. طيب عندي يا ميس بصي كده انا عايزه اشوف ان ساتوريتد بكام؟ نفس الحكايه، ان ده يا ميس بصي ده فورث، يبقى 2 4 تايمز 2 سوري باور 2. 4 باور 2 ب 16. 16 تايمز 2 يبقى ب 32 الكترون. انت كده يا ميس قلتي لي ان K is saturated with 2 electron، L يا ميس is saturated with 8 electron، سوري 8 electron سوري، وعندي M يا ميس is saturated with 18 electron و N is saturated with 32 electron. طيب عايزه اقول لك يا ميس على حاجه، ان يا ميس ان انا عندي الانرجي ليفل بتاع كل لما يا ميس ما انا الانرجي ليفل زاد، كل يا ميس ما الانرجي بتاعته هتزيد. يعني ايه؟ يعني يا ميس الانرجي بتاعت كي غير ال، لا ده انا كل ما انا هعمل كده موف اب الانرجي ليفل يا ميس يحصل لها ايه؟ انكريز. يعني ال اعلى او إيه؟ يعني is higher than مين؟ K، و M is higher than L، و N is higher than مين؟ M. كل ما انا عامله كده يا ميس موف اب ايه اللي هيحصل يا ميس؟ the energy of the level increase، الانرجي بتاعت كل ليفل هتزيد. قال لي طب كمان في بوينت حلوه قوي عايزين نقول عليها قبل ما نبتدي بقى في الشغل بتاعنا. قال لي يا ميس بصي ان دي اللي هو كي اللي هو انرجي ليفل ايه؟ اللي هو الانرجي نمبر 1، ودي هنا ان 2 وده اللي هي ال يعني انرجي نمبر 2، وعندي هنا خلينا نقول هنا ان ايكوال 3 وهنا ان ايكوال 4 وهنا ان ايكوال 5. قال لي يا ميس بصي كده، انا يا ميس بصي كل ما انا طالع كده ايه اللي بيحصل؟ قال لي يا ميس انا ببعد عن مين؟ على النيوكليس. اهو
ادي كي ادي ال ادي ام ادي ان. انا ببعد على مين؟ عن النيوكليس. انا كده بزود الديستانس. فايه اللي هيحصل؟ الفرق ما بين التو انرجي ليفل بيحصل لهم ايه؟ ديكريز. مش فاهم. تعالي هنا. n equal 1 اللي هو energy level number A1 اللي هو K. كل ما انا هبعد كده عن النيوكليس ايه اللي هيحصل؟ الديفرنس في الانرجي بصي هنا كان كبير ما بين K ومين؟ وال. طيب عندي يا ميس بصي كده كمان ما بين، انا بحس بقى بصي كده ما بين ال وام، لا الانرجي ليفل ماله يا ميس؟ او بيحصل ايه يا ميس؟ بيحصل الديفرنس ما بينهم مالها؟ بتقل. يبقى انا عندي الديستانس هتزيد بس الديفرنس يا ميس مالهم؟ ما بين الانرجي ليفل وكل واحد والتاني هيحصل له ايه؟ هيحصل له ديكريس. قال لي طيب دلوقتي يا ميس بقى انا عايز اعمل حاجه اسمها كونفيجريشن او احط الالكترونز دي في الهوم بتاعها. هحطها ازاي؟ قال لي طيب انا طبعا عارف ان انا عندي الاليمنتس. تمام. لايك مين الاليمنتس عندي يا ميس؟ زي مثلا الهيدروجين، عندي الكربون، عندي الصوديوم. تعالي يا ميس ناخد الصوديوم. طيب ادي يا ميس السيمبل بتاع الصوديوم Na11. ايه يا ميس ال 11 ده؟ ال 11 ده هو النمبر اوف بروتون وهو النمبر اوف الكترون. ايه ده؟ ازاي يعني؟ قال لي مش احنا لسه قايلين ان النمبر اوف بروتون هو النمبر بتاع الالكترون، بس الاوبزيت مختلفين في ايه؟ في التشارج. يعني ايه يا ميس؟ يعني انا عندي 11 بروتون بوزيتيف تشارج، لكن يا ميس عندي كم الكترون؟ نيجاتيف الكترون. يعني الاثنين ايكوال في النمبر بس التشارج مالها مختلفه. طيب يلا كده ال 11 دول اعمل لي ليهم كونفيجريشن. تمام. قال لي طيب تعالوا بقى هنا مع بعض. انت قلتي لي اوكي يا ميس اهو 11، خلينا فاكرين ان اي 11. انا عايزه اعمل كونفيجريشن او اوزع ال 11 دول يا ميس. اول حاجه انت قلتي لي كي هياخد قد ايه؟ اه يا ميس كي مش بيشيل غير 2 بس. يعني يا ميس ممكن ياخد 1 وممكن ياخد 2 لكن ما يشيلش اكتر. طيب ادي يا ميس بصي حطينا كي، مالينا كي اهو. تمام. ده فيرست ايه انرجي ليفل. طيب انت كده 11 من 2 هيتبقى كام؟ 9. ينفع يا ميس احط ال 9 في ال؟ لا احنا قلنا ال يا ميس ساتوريتد بكام؟ ب 8. يبقى حطي لي هنا 8 في مين؟ في ال. تمام. طيب انت كده عندك 2 و8 يبقى كام؟ يبقى ميس 10. 10 يبقى اتبقى لي كام؟ 1. 1 ده احطه في الايه؟ في الانرجي اللي بعده، الانرجي ليفل اللي بعده اهو. يعني يا ميس ما ينفعش قال ياخد اكتر من 8، ما ينفعش. ارمي للي بعده. خلاص انا كملتك اول واحد، ارمي للي بعدك. المهم السمشن بتاعهم لازم يبقى ايكوال كام؟ ايكوال 11. طب يا ميس بصي انا عايزه واحده كمان. طيب تعالوا هنا هناخد مثلا الليثيوم. الاتوميك نمبر بتاعه ادي الليثيوم ال اي 3. طب ال 3 دول تعالوا بقى كده مع بعض نشوف انا هعمل ايه يا ميس. قال لي لازم اوزعهم. طيب اول واحد كي ده بيشيل كام يا ميس؟ بيشيل 2 ساتوريتد ب 2. يبقى انا اول حاجه هحط هو اصلا كام؟ 3. يبقى ناقص لي 3 من 2 يتبقى لي كام؟ 1. يبقى انا ارمي في اخر انرجي ليفل كام يا ميس؟ 1. وهكذا. طب يا ميس بصي عايزين نصعب. كي 19 بوتاسيوم. بوتاسيوم ده يا ميس هتعمليه ازاي؟ خليني الاول اشرحه على بيبر وبعد كده نشرحه هنا. بصوا كده ركزوا معايا. ادي يا ميس ادي النيوكليس خلاص متفقين اللي هي ايه؟ في السنتر. طب عندي هنا انت عايزه توزعي لي كام؟ عايزه توزعي لي 19. قال لي طب اول انرجي ليفل يا ميس هيشيل كام؟ اوكي اهو هيشيل 2. طيب مش بيشيل اكتر من 2. طب ال يا ميس بيشيل 8. تعالي نحط هنا ال 8. ادي كده 2 وادي كده 2 وادي كده 2 وادي كده 2. انت كده عملتي لي مين؟ 8. ادي 2 8 10. لا ده لسه 19. يبقى انت فاضل لك كام؟ 9. تعالي يا ميس حطي لي في ال كي ال ام بقى. بصوا كده هنحط ايه؟ مش هتحط ال 9. لا ما ينفعش نحط 9. هيشيل 8 بس.
طيب بعد كده يا ميس انت كده عندك 18، 18 يبقى انت عايزاها كام؟ 19، يبقى فاضل لك واحد بتحطيه ايه؟ ثلاثة. هو ده يا ميس الايه؟ الالكترونيك كونفجريشن، التوزيع الصح. طب وزعها لي بقى هنا. خلينا بردك نفس الحكايه. البوتاسيوم، انت قلتي لي البوتاسيوم ايه؟ البوتاسيوم 19. طب the first energy level هو 2، خلاص انا متعوده ان هو 2. طب يا ميس التاني ال، ال ده يا ميس هياخد كام؟ ال ده هياخد 8 اهو. انا هعملها طبعا بديفرنت كولر عشان نقدر نعمل لها ديفرنشيت او نوضحها. دي تمام. طيب بعد كده يا ميس انت كده عندك 2 وعندك يا ميس 8، يبقى كده كام؟ 10. 10 من 19؟ لا ده لسه فاضل لك 9. اجي يا ميس بقى على مين؟ على ام. ام يا ميس هيكون فيها كام؟ 8. طيب بصي يا ميس انت بتقولي لي حاجه مهمه قوي. انت مش لسه قايله لي ان ام ده يا ميس هياخد 18؟ ليه بياخد 8؟ قال لي عشان انا عندي سب انرجي ليفل اللي اتكلمنا عنها انا ماليش دعوه بيها. فانا فعليا كده وانا بعمل لازم ام ياخد 8 زي ايه؟ زي ال. قالوا كده. ادي واحنا شايفين. اديني كده 3 كده 8. طيب نيجي بقى يا ميس ايه؟ نيجي لسه فاضل 1. اه يبقى انا كده يا ميس بصي لو انا جيت عملت لهم سمشن هلاقيهم كام يا ميس؟ هلاقيهم 19. يبقى ده فيرست انرجي ليفل 2 زياده، ارمي للي وراه، ارمي للي وراه، ارمي للي وراه، وابقى عارف ان كل انرجي ليفل ايه؟ ساتوريتد وايه؟ with 2 الكترون. كده نكون عرفنا يعني ايه اتوم، ايه السمول بارتكل اللي انسايد اتوم. طب يا ميس ايه الفرق ما بين البروتون والنيوترون وكمان الالكترونز؟ طب الالكترونز دي يا ميس بتبقى موجوده فين؟ طب هل هي ليها هومز خاصه بيها؟ اه ليها الانرجي ليفل. طب انا عندي اصلا يا ميس 7 مين انرجي ليفل، بس انا هاخد كي ال ام ان بس. وقال لي خلي بالك يا ميس ان انا عندي كل مين انرجي ليفل جواه ايه يا ميس؟ consisted of sub energy level. وقام قال لي كمان يا ميس انا عندي رول هيطبق لي على الفيرست فور اوف انرجي ليفل. ليه يا ميس؟ اشمعنى الفيرست فور؟ انا هقول يعني اكسترا انفورميشن، معلومه زياده. عشان الانرجي سوري الاتوم بعد كده بتكون يعني انستيبل، وهنعرف الكلام ده، يعني بتكون مفيش بالانس او بتكون اكزايتد، وهنعرف الكلام ده بعد كده. عشان كده احنا بطبق الرول ده على ايه؟ على اول فور او فيرست فور اوف انرجي ايه؟ اوف انرجي ليفل. ان شاء الله انتظروني في فيديوز كتيره ان شاء الله لشرح منهج ميدل 1. اشوفكم على خير، وكانت معاكم ميس اسراء حسان، ساينس اند انجلش تيتشر.